أهلين بيكم حبوباتي، مرحبا بيكم في قناتي. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم رايح ندير وصفة خبز الدار سهلة بنينة وخفيفة غير بسميد برك. عندي 3 كيسان حليب يكون دافي، عندي كاس غير ربع زيت، عندي 5 كيسان سميد متوسط أنا درت ماما، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، عظمة كاملة وبياض بيضة، والصفار نحتاجوه باه ندهنو بيه البلا تاعنا من الفوق. في البول تاع البيتخا ندير السميد ونزيد عليه كاس غير ربع زيت، ونزيد عليه بيضة كاملة وبياض بيضة نحطهم بجهة. في الكاس تاع الحليب الاول نحكم نحط مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، نحركهم مليح ونخليهم يتفاعلوا. من جهة اخرى نحكم البول تاعي نحطه في البيتخا يتبسس لي السميد مليح، ونزيد الكاس تاع الخميرة بعد ما خمرت في البيترا بشوية وهو يعجن بشوية وهو يعجن، ونزيد الكاس الحليب التاني، واللي ما عندوش بيترا يقدر يعجن بيده. نزيد نص مغرفة كبيرة ملح، نص مغرفة كبيرة سانوج. تحبوا ديروا اي زرارع تحبوهم انتوما، ولا ما عندكمش ما مش محتم تديروهم. نزيدوا نص كاس من الحليب الثالث، انايا دات لي 2 كيسان ونص برك، النص الاخر قعد لي. نعجنوا مليح، نخليو البيترا يعجننا مليح. نزيدوا مغرفة كبيرة زبدة طرية، نخليو يدخلها البيترا مليح. هنا بعد ما تعجنت العجينة شوفوا كيفاه العجينة ليس وطرية تتلاصق في اليد باه يجيكم خفيف. نغطيو العجينة تاعنا بسرفيات نخليوها تخمر او مينيموم نص ساعة. هنا بعد ما خمرت لي ديجازيتها، وانايا جاتني 2 خبزات طرحتها في البلا كيما قاعدين تشوفوا. نديرو الصفار تاع البيضة ونحطو عليها شوية قهوة ولا حتى شوية ما ولا شوية حليب، ندهنو البلا تاعنا، نديرو شوية سانوج ونحطوه يخمر او مينيموم نص ساعة. وهنا البلا التاني انا جاوني قلت لكم جاوني 2. هنا بعد ما خمر لي الخبز تاعنا تخي بيان، وماذا بيكم ما تنساوش تحطوا الفور تاعكم يسخن على 180 درجة باه كي تحطوا الخبز تاعكم الكوشه ما يهبط لكمش، كي يعود بارد يهبط ليه ليه، كي يعود سخون يطلع ويجي خفيف كالريشه. وهنا بعد ما طاب لي الخبز تاعي شوفوا كيفاه جاني خفيف بنين هشيش كما يقولوها. واللي تحبوا خشين تخليه ما تطرحش سوا، احنا نحبوه كيما هكا في الدار، واللي تحبوا احمر بزياده تحمروا بزياده، لكم الاختيار وكل واحد وش يحب. نتمنى تجربوه وتخليوا لي رايكم في التعليقات. شكرا لكم، مع السلامه.